بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. من مؤلفات شيخ الإسلام السيد محمد بن علوي المالكي رحمه الله ونفعنا به أنوار المسالك إلى روايات موطأ مالك. محتوى الكتاب: تقديم كلمة المؤلف. مقدمة الكتاب بقلم الإمام السيد علوي بن عباس المالكي. الباب الأول: الفصل الأول: حصر روايات الموطأ والتعريف بها. رواية ابن وهب، رواية معن بن عيسى، رواية ابن يوسف، رواية ابن بكير، رواية ابن عفير، رواية مصعب بن الزبيري، رواية السوري، رواية سليمان بن برد، رواية أبي حذافة، رواية يحيى التميمي الحنظلي. الفصل الثاني: أسباب اختلاف الروايات وأنواعها. أنواع الاختلافات بين الروايات. الفصل الثالث: دراسة مناهج المؤلفين في اختلاف الروايات. الكتاب الأول: اختلاف الموطئات للدارقطني. الكتاب الثاني: تجريد التمهيد لابن عبد البر. الكتاب الثالث: مسند الموطأ للغافقي. الكتاب الرابع: أطراف الموطأ للداني. الفصل الرابع: مواطن الاتفاق والاختلاف بين الروايات. النوع الأول: ذكر ما وقع فيه الاختلاف بينهم في ألفاظه. النوع الثاني: ذكر ما وقع فيه الاختلاف بينهم في إسناده. النوع الثالث: ذكر ما وقع فيه الاختلاف بينهم بالإثبات والحذف. الفصل الخامس: طرق الاتصال ببعض روايات الموطأ. رواية يحيى بن يحيى، رواية ابن وهب، رواية القعنبي، رواية أبي مصعب، رواية ابن القاسم، رواية معن بن عيسى، رواية مصعب بن الزبيري، رواية محمد بن الحسن، رواية ابن بكير، رواية مطرف بن عبد الله، رواية أبي حذافة السامي، رواية سويد بن سعيد. الباب الثاني: دراسة مقارنة أو مقارنة لبعض روايات الموطأ وبيان خصائصها ومميزاتها. الفصل الأول: رواية يحيى بن يحيى، خصائص رواية يحيى. الفصل الثاني: رواية محمد بن الحسن. المبحث الأول: ترجمة صاحبها. المبحث الثاني: في تحقيق الاسم والنسب. المبحث الثالث: في منهج محمد في روايته رحمه الله. المبحث الرابع: في الكلام على أحاديث هذه الرواية. المبحث الخامس: الموازنة بينها وبين رواية يحيى. الفصل الثالث: رواية ابن القاسم. الفصل الرابع: رواية القعنبي. الفصل الخامس: رواية سويد بن سعيد. الفصل السادس: رواية أبي مصعب الزهري. الفصل السابع: رواية ابن زياد. الفصل الثامن: ذكر الزيادات على رواية يحيى. أهم المصادر ومراجع محتوى الكتاب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك.